السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده أحلى ظباط بإذن الله. موضوع النهاردة قبل ما نتكلم عنه، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتتابع معايا أول بأول. موضوع النهاردة يا جماعة عن اختبار السمات واحد لكلية الشرطة، لأن احنا عارفين إن سمات في كلية الشرطة اتنين، سمات واحد وسمات اتنين. فأنا هتكلم في الفيديو ده عن اختبار السمات واحد، تمام؟ وايه اللي بيحصل في الاختبار ده من اول ما تدخل باب الكليه باذن الله لحد لما تخلص منه، لان ده بيبقى اطول يوم ممكن تتخيله. تمام. اشترك في القناه يا صاحبي وفعل زر الجرس وتابع معايا كل جديد. بص يا غالي، اختبار السمات ده اول ما تدخل لازم تكون في الكليه الساعه 4 او الساعه 5. ليه بقى؟ عشان تروح زي دلوقتي على الساعه 5 المغرب، الساعه 4 المغرب، 4 العصر كده. تمام، لان بيقسموها نظام فوق اول، فوق تاني، فوق تالت، فوق رابع، على حسب العدد اللي هيجي. تمام، لان بيبقى فيه 3 اتوبيسات بس في الفوق الاول، بيطلعوا 3 اتوبيسات في الفوق التاني بيطلعوا 3. تمام، يعني بيطلعوا 80 واحد او حاجه و80 واحد كده في الاتوبيس الواحد. تمام، فانت تخلي بالك لانك انت لازم تروح بدري في اليوم ده عشان تمشي بدري. تمام، لان المكان ده بيبقى فين؟ المخابرات العامه في التجمع الخامس. المكان الاختبار السمات واحد ده بيبقى في المخابرات العامه، مبنى المخابرات العامه، ركز معايا كويس. تمام، سمات واحد بيبقى فين؟ مبنى المخابرات العامه. هتروح بقى المبنى ان شاء الله، ربنا يكرمك كده وتوصل المبنى بسلامه من غير اي حاجه ان شاء الله، من غير اي تعاطيل. هتدخل المبنى، هتستنى في الاستراحه. المكان مراقب بالكاميرات، المكان مراقب بالكاميرات. تمام، هتدفع في الاول حاجه قبل ما تطلع من باب الكليه، هتدفع 200 جنيه. هتدفع 200 جنيه. تمام، رسوم الاختبار. ماشي، هتروح داخل مبنى المخابرات ان شاء الله، وهتقعد في الاستراحه، والمكان طبعا مراقب بالكاميرات من كل ناحيه. ماشي، فما تقلقش من اي حاجه، اهم حاجه ثقتك بنفسك. فيها حمام هناك، وفي دوره ميه، وفي كل اللي انت عايزه. تمام، ان شاء الله هيجهزوا لكم الاجهزه، هتدخلوا كلكم مع بعضيكم. تمام، هو هيكون اصلا داخلين الاختبار زي ما قلت لك في الاتوبيس، يا 85 يا 100 حاجه زي كده، انا مش فاكر يعني. المهم هتطلعوا كده زي ما انتوا 85 او 100 شخص، هيطلعوا على الاجهزه فوق في مبنى المخابرات الدور الثاني. تمام، كل واحد قدامه جهاز، هيجي لك نظام ضابط يفضل يشرح لك ويقول لك هتعمل ايه بالتفصيل. اول ما يفتح اول ما يتفتح الجهاز قدامك هتعمل ايه بالظبط، وايه البيانات اللي هتسجلها. طبعا انت هتسجل اسمك والرقم القومي بتاعك، هم اللي هيسجلهم وكارت التردد بتاعك. تمام. طب دلوقتي الضابط ده هيتكلم معاك في ايه؟ هيقول لك نظام الاختبارات بتاعته، نظام الاختبارات بتاعت اختبار السمات، نظام الاسئله. تمام، هم 10 11 سؤال، كل سؤال بيبقى فيه 50 او 100 نقطه. تمام. الاسئله اسئله شخصيه زي ما اتكلمت في الكشف النفسي، في الكشف الطبي النفسي. اسئله ذهنيه برضو زي ما اتكلمت في الكشف الطبي النفسي. بعد كده اسئله عامه عن الجمهوريه. تمام، بعد كده اسئله اللي هي اسمها الاشكال الهندسيه. تمام، بعد كده حاجه اسمها رسومات، اللي هو بسؤال كده بيجي لك مثلا الطياره دي شكل السهم بتاعها فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، حاجات تافهه يعني. تمام، هو اللي بس اللي بيخوف في الموضوع كله الاسئله، الاشكال الهندسيه بس، هو ده اللي بيخوف. وبعد كده الحاجات الحسابيه والحاجات دي كلها باذن الله تبقى سهله معاك، ما فيهاش اي قلق. تمام، الوقت بيكون ساعتين، الوقت ساعتين بس. لو هتجمع اجمالي الاسئله هتلاقي حاجه 600 سؤال ولا حاجه زي كده. تمام، هم زي ما قلت لك هم 11 سؤال، بس كل سؤال بيبقى فيه 100 نقطه. يعني عندك انت السؤال بتاع الاسئله الشخصيه والذهنيه فيها حركه 200 نقطه بس، فاهمني؟ عشان كده بقول لك ليه في كشف النفسي تركز في الاجابه، اللي انت بتجاوبها، لانك انت تخش على سمات واحد هتلاقي الاسئله هي بس بصيغه مختلفه، وهيشوف انت هتجاوب نفس الاجابه ولا هتجاوب اجابه مختلفه. عشان كده بقول لك انت تركز في الاجابه اللي تجاوبها في الطب النفسي، عشان بتعتمد عليها في السمات واحد، وبعد كده بتعتمد عليها في سمات اتنين، لان في سمات اتنين برضه هيجيب لك اسئله ذهنيه وشخصيه. فلازم طبعا تجاوبها نفس الاجابه اللي انت جاوبتها، عشان ما تجاوبش اجابتين ايه مختلفين. تمام، وهو عموما الضابط اللي هناك برضه هيفهمك كل حاجه بالتفصيل، مش هيسيبك، هيقول لك هتعمل ايه من اول ما تفتح الجهاز، مش هيسيبك، وكل اللي عنده سؤال هيسال عنه وهو هيرد عليك. تمام، الاسئله سهله خالص، ما فيهاش اي قلق، ما فيهاش اي توتر. تمام، بس نصيحه مني انك انت ما تاخدش الساعتين كلهم، ما تاخدش الساعتين، لا هم اهم حاجه عندهم ما توصلش للساعتين، يعني خليك تحت الساعتين بشويه. تمام، وكل سؤال بيبقى عليه بيبقى في وقت معين. انا قلت لك 10 اسئله، 11 سؤال، سوري 11 سؤال، فكل سؤال بيبقى ليه مده ربع ساعه ولا 10 دقائق. تمام، فانت
حاول انك انت تخلص قبل ال 10 دقائق في كل سؤال، لان طبعا السؤال اهو هيكون تحتيه مثلا 50 60 نقطه او 70 نقطه مثلا، فانت لازم تلحق تخلصهم قبل مثلا 10 دقائق ولا 5 دقائق بتوع الوقت، عشان خاطر ما تعديش الساعتين بتوعك. حاول انك انت ما توصلش للساعتين، لانك انت وصلت للساعتين كده الوقت هيقف والجهاز هيفصل، فبالتالي مش هتعرف تعمل حاجه، وبالتالي الدرجات بتاعتك هتقل. تمام، يعني انت تفكيرك في السؤال كله 5 6 ثواني في كل سؤال. تمام، في كل سؤال انت تتكلم في 600 سؤال ولا حاجه، اشكال هندسيه حركه 150 سؤال، ارقام حسابيه يطلع 120 سؤال و130 سؤال، اسئله ذهنيه واسئله شخصيه 200 سؤال واكتر من 200 سؤال كمان. تمام، ورسوم وحاجات كتير. يعني الاختبار طبعا هو صعب شويه، واليوم بتاعه لازم تكون نايم فيه كويس، لانه اليوم بتاعه بيبقى ممل الصراحه. تمام، ف يعني انا برضو مش عارف اوصلك الصوره زي ما هو هيوصلها لك هناك. هو هناك مش هيسيبك ابدا، هو هناك هيتكلم معاك في اول بقى، يعني مش هيسيبك خالص، هو هناك هيكون معاك اول باول، وهيفهمك برضو كل حاجه بالتفصيل. تمام، انا دلوقتي بفهمك الصوره ماشيه ازاي، لكن هو هناك هيقول لك على كل حاجه، هيقول لك الوقت مثلا معاك ساعتين، في كل سؤال مثلا ساعه، في كل سؤال مثلا هم 11 سؤال، في كل سؤال مثلا ربع ساعه ولا حاجه. تمام، فانت هتلاقي نفسك ما فيش وقت. فاهمني، هو هيفهمك انك كل حاجه بالتفصيل، بس انا حبيت اوضح لك الصوره. عموما في اليوم ده تنام كويس قبليها. تمام، لان المكان زي ما قلت لك بيبقى في مبنى المخابرات العامه، وانك انت لازم تروح بدري على الساعه 4 او الساعه 5 عشان تمشي بدري. تمام، ده يا جماعه اختبار السمات، وزي ما قلت لك النتيجه ان شاء الله تظهر تاني يوم. تمام، مش هتظهر لك بلائق ولا غير لائق، لا هتظهر لك بحاجه اسمها حضور. هتظهر لك حاجه اسمها حضور. سمات 2 دي بقى هتكلم عنه في فيديو تاني، ده بيجي لك لائق ولا غير لائق. تمام، سمات 1 طالما حضرت خلاص. طب الاسئله دي عليها درجات؟ الاسئله دي كلها عليها درجات. لازم انك انت طبعا تجاوب اجابات كويسه وما تكونش مختلفه عن اجابات الطب النفسي. تمام، في الاسئله الذهنيه. كذلك الامر في الاسئله الرسومات الهندسيه والحاجات الحسابيه، الحاجات دي كلها برضو محتاجه تركيز منك. فمش معنى ان انت محتاجه تركيز منك يبقى انت تاخد في السؤال ربع ساعه ولا 10 دقائق، لا، ده كل حاجه لها وقت. كل حاجه لها وقت. هتلاقي الوقت مكتوب في الشاشه من فوق عمال يعد، بيقل مثلا من 10 دقائق 9، يبدا يقل بقى عدد الثواني، يبدا يقل، وكل حاجه تبدا تقل معاك. تمام، فانت هتحاول على قد ما تقدر انك انت تخلص الاختبار كله في اقل من الساعتين بتوعه. تمام، اختبار الاستماع. لان طبعا كل ما تتاخر ما بيبقاش في صالحك خالص، عشان ابقى صريح يعني. بس هو ده يا جماعه اختبار السمات 1 لكليه الشرطه. اختبار سمات 1 لكليه الشرطه. ركز في الاجابات اللي انت هتجاوبها، بالذات في الاسئله الشخصيه والذهنيه، لان هي هتكون معاك في سمات 2. يعني الاسئله دي معاك في الطب النفسي ومعاك في سمات 1 اهو، هتبقى معاك في سمات 2. تمام، ده يا جماعه كل ما يخص كشف السمات او اختبار سمات 1 لكليه الشرطه. لو عجبك الفيديو يا صاحبي اعمل لايك واشتراك ودعمني. تمام، وانا عنيا ليك في اي وقت، محتاج اي سؤال اي استفسار سيبه في كومنت طبعا، وانا برد على كل الناس. تحياتي ليكم، طارق البدري.